السلام عليكم الحادقات. في هذه الحلقة غادي نوجدوا وصفة شامية مشهورة من الأطباق اللبنانية. تفرجوا. عندي ليك جوج حاجات، شهيوة سهلة وفرصة لربح هدية رائعة في هذه الحلقة. تفرجي وشاركي باش تحاولي تربحي، ويمكن تكوني انتي توب حادقة الفائزة ديال هذه السيمانة. الشهيوة ديال اليوم هي الحمص بثلاثة ديال الشكالات متنوعة، طبيعي بلافوكا وبالباربا، من ألذ ما يكون. باش نوجدوا هاد الشهيوة غنحتاجوا 400 غرام د الحمص مرقد 12 ساعة، 4 المعالق كبار طحينة حامضة معصورة، نص كاس زيت الزيتون، معلقة صغيرة د البزار، معلقة صغيرة كمون سودانية، 2 باربات مسلوقين ومقطعين، حبة أفوكا مقطعة، 3 الورقات د الحبق، زنجلان أبيض، زنجلان أسود، 2 بنات الطياب دامتي تومة، دامتي دجاج. وها هو ملخص مقادير على الشاشة. طنجرة كنديروا الحمص، نزيدوا عليه الماء، ونفرتوا عليه دامتي ديال الدجاج ونخليوه يتسلق. في طحان كهربائي نديروا الحمص مع القليل من ماء السلق، كنضيفوا زيت الزيتون، طحينة وعصير الحامض، الابزار، ونفرتوا بنة الطياب دامتي تومة، ونطحنوا الكل. وكنصحكم الحادقات نطحنوا بعض مكعبات الثلج مع الحمص باش يتجمع الحمص ويعطيه اللمعان وشكل كريمي. نقسموا الحمص على 3. الجزء الأول نزيدوا عليه الباربا، ونفرتوا النصف ديال بنة الطياب دامتي تومة، نزيدوا النصف الآخر ديال بنة طياب التومة. على الجزء الثاني نزيدوا لافوكا والحبق، والجزء الثالث نزيدوا عليه السودانية والكمون، ونطحنوهم. نزيدوا على الثالث زيت الزيتون، كمون والسودانية وحبات الحمص. الجزء الثاني كذلك زيت الزيتون والزنجلان أسود. والجزء الأول زيت الزيتون، زنجلان أبيض وحبات الحمص. وها هو الشكل النهائي ديال الحمص ديالنا ب3 اشكالات، طبيعي بالباربا ولافوكا. نقدموهم مع خبز العيش وتمتعوا بهم بالصحة والراحة. نرجعوا للمسابقة ديالنا. باش تحاولوا تربحوا الهدية ديال هذا الأسبوع، جاوبوا على السؤال في الرابط اللي كاين على الفيديو. فين زدنا الزنجلان الأسود؟ في الجزء الأول، في الجزء الثاني، أو في الجزء الثالث؟ كنشكركم على المشاهدة، وما تنساوش أنه بإنجازات ولو بسيطة كتفرحوا حبابكم وكتكونوا قدوة ومصدر إلهام للناس اللي دايرين بيكم. نتلاقاو في الحلقة الجاية، وما تنساوش تزوروا موقع قناتكم توب حادقة www.topحادقة.ma، والتحقوا بنا على فيسبوك، انستغرام، يوتيوب وتيك توك.